السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم يا حلوين. أتمنى تكونوا كلكم بخير يا رب، وكل سنة وانتم طيبين. أنا غبت شوية طبعا عشان العيد، يا رب تكونوا قضيتوا عيد سعيد مع أسرتكم وحبايبكم. احنا رحنا قضينا مع حبايبنا احنا كمان في شيكاغو، وأسفة غبت عليكم، بس إن شاء الله هرجع تاني. حبيت أتكلم في الفيديو دوت عن موضوع جديد شوية، مش توبيك تبع سلسلة من اللي أنا قلتهم قبل كده. هتكلم النهاردة عن الفكرة بتاعت الفيديو ده جات لي من كذا سؤال، جالي من سيدات ومن رجالة. أعتقد 3 ستات مختلفين سألوني وأخ كمان، مش فاكر أساميهم، بس in general مضمون السؤال كان: أنا ظروفي كذا، عندي أولاد كذا، سنهم كذا، وأنا بشتغل كذا، تنصحيني أجي ولا ما أجيش؟ السؤال ده صعب، بس أنا هحاول أجاوب عليه في الفيديو ده. الأول، ليه الناس ديت بتفكر تيجي على كندا بالذات؟ يعني غالبا الناس اللي بتفكر في السفر إن كان شخص سينجل، يعني شاب لوحده بيدور على دراسة أو على شغل، أو لو رب أسرة أو ربة أسرة بيدوروا على فرصة معيشة أحسن، فرصة تعليم أحسن لأولادهم، بيدوروا على فرصة دراسة. في بلاد العربية بالذات فيها الأمور مش مستقرة، في حروب، وفي ناس عايشة عيشة صعبة جدا، بيدور طبعا على أمان، فالبلد هنا تعتبر أمان طبعا. فديت الأسباب عموما اللي بتخلي الناس تفكر في السفر، وكمان إن هم يقدروا يصرفوا على نفسهم ويعيشوا. يعني في بلاد الدنيا بقت غلا فظيع جدا، والمرتبات زي ما هي، وفي ناس مش لاقية شغل أصلا، فبيدوروا على يعني أكل عيشهم، يعني عايزين يقدروا يصرفوا على نفسهم وعلى أولادهم. فهتكلم في العموم يعني، بس هتكلم بصراحة. في ناس كمان من ضمن الأسباب اللي الناس بيجوا هنا عشان ياخدوا باسبور، عايزين يجوا، عايزين يعملوا ورق ويقعدوا المدة المطلوبة ويعملوا باسبور وبس. وهي دي الحقيقة، ان الباسبور دوت بيفتح لك سكك في بلاد تانية، يعني مش شرط ان انت تفضل قاعد في كندا. الباسبور الكندي بيفتح سكك يعني في بلاد كتير ممكن تروح تعيش فيها وتشتغل فيها، مجرد ان انت معاك جنسية كندية. أم، انا هتكلم بصراحة النهاردة. خليني احكي لكم شوية عن الفرق بين زمان وبين دلوقتي، لان انا عايزة لما اقول نصيحة، طبعا انا بقول الكلام دوت رأيي الشخصي، تاخد بيه ما تاخدش بيه that's up to you. لازم انصحكم تعملوا ريسيرش بتاعكم وتسمعوا من كذا حد، وتتواصلوا مع حد شخصيا عشان تاخدوا قرار كبير زي دوت. نحكي شوية عن زمان. يعني أنا عايشة في المقاطعة اللي أنا فيها ديت، أنا عايشة في كيباك مع زوجي وولادي، وبقالي هنا في المقاطعة اللي أنا فيها ديت 20 سنة. أنا جيت على كيباك في 2000، almost 20 سنة اكشلي، ما كملتش 20، في 2004. أم أنا جيت وأنا كنت أنا وزوجي بس، ما كانش عندنا أولاد، كنا شباب لسه متخرجين من الجامعة وجاهزين إن احنا نجتهد ونكافح وناخد من أول طوبة. أول لما جيت كنت لسه صغيرة، يعني كان عندي 25 سنة، فما كانش البرايورتي بتاعتي خليني أرجع للدراسة. أنا جاية مسافرة وإكسايتد وعايزة أبتدي حياة جديدة، فكل اللي احنا كنا بنعمله احنا ندور على شغل. أول ما جينا، فأول ما لقينا شغل دخلنا واشتغلنا. وقتها الشغل كان شغل بسيط، بعمل كاستمر سيرفيس على التليفون. زوجي راح يشتغل عند ناس عرب عندهم مثلا مغسلة عربيات، شغلانات عادية خالص يعني، مش بشهاداتنا خالص. دوت متوفر دلوقتي كمان، بس الناس اللي بتيجي مش عايزة تشتغل ده، لأن المرتبات بتاعت دوت ما تعيش، وزائد المجهود اللي فيها كبير جدا. ما فيش حد جاي هيهاجر دلوقتي في سنة 2023 وعايز يروح يشتغل في جراج مثلا عند واحد ميكانيكي، ولا في سوبر ماركت بيعبي جروسريز. الناس دلوقتي بقت عندها ستاندردز عالية قوي، عايزين يعني من اول ما ينزلوا كده يعملوا فلوس كتير وما يشتغلوا، ومحدش مالي وعينه الشغلانات البسيطة ديت. فمن 20 سنة فاتوا ده كان عادي، وكان كل الناس كانت بتعمل كده، وكان بيكفيهم اكشلي ان انت تروح تشتغل في سوبر ماركت، او تشتغلي كاستمر سيرفيس على التليفون في شركة ما، او تشتغلي في حضانة. ده كان يكفيك ان انت تعيشي، تدفعي ايجارك وفاتورة تليفونك ومواصلاتك. وكمان من التذاكر ديت كنا من المرتب ده كنا نحوش ثمن التذاكر عشان ننزل نزور اهلنا مرة في السنة، ولا مرة كل سنتين. ومعانا بعض الهدايا كمان، التذكار من غربتنا، فرحانين ان احنا بنادي اهالينا. أم الوضع مختلف دلوقتي، يعني فاست فورورد 20 سنة الموضوع اتغير. اللي هيجي دلوقتي ومعاه أسرة و3 أولاد مثلا، let's say الافرج طفلين أو 3، وجاي هنا
شهادتك لازم تعادلها اولا، والمعادله مش معناها انت هتشتغل بيها، نو نو نو. لما تعمل معادله لازم تروح تدرس عشان تاخد ترخيص ايا كان بقى، انت مهندس لازم تاخد رخصه مهندس، انت صيدلي لازم تاخد رخصه صيدلي بعد المعادله، مدرس نفس الحاجه، ممرض نفس الحاجه. فانت بتتكلم في دراسه، الدراسه مش ببلاش، انت جاي واحد قادم جديد ايا كانت بقى الطرق اللي انت جاي بيها، بس انت اول لما تيجي حتى لو ابتديت دراسه انت هتدفع اكتر من الناس المقيمه هنا، انت مش ريزيدنت لسه. ف جست صورة عامة، مش قصدي والله ان انا احبط حد او ان انا ما اشجعش الناس انها تيجي او اي حاجة زي كده، بس عايزة اتكلم بصراحة عشان تبقى الصورة واضحة. انت لما تيجي هنا سي مثلا عندك 3 اولاد وانت زوج وزوجة، الست هتشتغل في حضانة مثلا ليتس سي، والراجل هيشتغل مثلا كاشير في سوبر ماركت، بس قبل ما يستقر امره ويقرروا هيعملوا ايه. عندكم ايجار شقة، عندكم مصاريف بيسك اكل وشرب لاولادكم، المدارس اوكي مجانا، شوية لبس بسيط مثلا بسبب بحكم تغيير الجو هتجيبوا حاجات شتوي، حاجات بسيطة، فاتورة تليفونك، تليفون للبيت، الهيتنج في البيت، البيسك نيدز ديت مرتبك ومرتبها اللي من الشغلانات البسيطة ديت، وانتوا عندكم 3 اولاد مش هيكفي، فهتلاقي نفسك هتشتغل شغلانتين بالمنظر ده. طب انت دلوقتي عايز تدرس عشان تحسن وعايز تعمل المعادلة بتاعتك، طب ما دي لازمها مصاريف برضو، فهتلاقي نفسك اوفر ستريتشد قوي 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 ان انت تقدر تعمل حاجة زي كده دلوقتي. لان كندا زي اي بلد في العالم يا جماعه، احنا كمان العيشه عندنا بقت غاليه جدا. انا بدفع دلوقتي حق الاكل اللي بناكله في حاجات والله تمنها الدبل ما كانت من 2 أو 3 فاتوا، والله الدبل وممكن اكتر من الدبل كمان. فالبيوت غليت، الايجارات غليت، الاكل غلي، كل حاجه، بنزين العربيه غالي جدا، كل حاجه ممكن تتخيلوها. فزيها زي باقي البلاد التانية، فانت مع الغلا ده محتاج تسبورت الاسره ديت، وانت قادم جديد الموضوع مش سهل. فما اقدرش انصح حد بحاجه معينه من غير ما اعرف ظروفه الشخصيه، بس ان جنرال اللي اقدر اقوله ان انت لو انت عايش في بلدك وانت مستقر وقادر تقوم باسرتك، ست وراجل وكل واولادكم، وبتصرفوا كويس وعايشين كويس، والسفر مجرد ان انتوا عايزين الباسبور او عايزين حلم السفر، انا ما انصحش حد يهد حياته ويجي يشتغل هنا من تحت الصفر ويبني من اول وجديد ويتبهدل من هنا هو واولاده. ما انصحش حد يعمل كده خالص دلوقتي. من 20 سنه فاتوا، من 15 سنه فاتوا، كنت اقول لك اوكي وتستاهل وتقدر، لكن دلوقتي بظروف العالم دلوقتي، بالاسعار بتاعت دلوقتي، باللي بيحصل دلوقتي، ما انصحش حد انه يعمل كده يهد حياته ويجي عشان باسبور او عشان يجي يعيش في كندا عشان اسمها كندا. أم فاللي مستقر حياته يعني وبيشتغل والحمد لله مستور هو واولاده، ما انصحوش ان هو يسافر. اللي غير كده طبعا ربنا يوفقه يا رب لو بيسعى في السفر، ويقدر لكم الخير كله وقدموا وربنا يكرمكم يا رب. في ناس طبعا هتقول هو انت ايه اللي مقعدك لما هي كندا وحشه قوي كده ليه؟ ايه اللي مقعدك عندك يعني ما تمشي من كندا؟ وفي ناس كتير جدا بدأوا يمشوا من هنا actually. هرد على السؤال دوت لان انا عارفه ان حد هيساله لي ليه انت قاعده هنا. انا هو ده اللي انا اعرفه يا جماعه. انا لما بنزل بلدي زياره دلوقتي، لما برجع مصر زياره، انا بحس ان انا يعني اوتسايدر، بحس ان انا مش عارفه اتعامل كويس، كل حاجه مختلفه، انا حتى مش عارفه اسوق، ما اعرفش اسوق في مصر. زائد ان كمان البريورتي بتاعتي في نزول لمصر، انا دلوقتي عملت خلاص الكارير بتاعي هنا، وعملت البيت بتاعي هنا، واولادي مولودين هنا وعملوا حياتهم هنا، انا كده ههد كل دوت وارجع اعاني المعاناه اللي انا بنصح الناس ما يجوش كندا يعانوها، انا اللي هعانيها بس في مصر. فانا ما اقدرش اعمل كده، ما اقدرش اهد كل دوت وارجع ابتدي من اول وجديد وانا في السن دوت، بعد ما اكشلي ربنا كرمنا وبقى عندنا حياه شويه هنا مع كل النيجاتيفز بتاعتها، لها حاجات بوزيتيف ان احنا مستقرين. كمان انا ما تنسوش لو رجعتوا شفت الفيديو بتاعتي انا جيت كندا ازاي وكده، انا اهلي سافروا في سن، يعني السن اللي ولادي فيه دلوقتي هم المراهقين، رجعوا بينا على مصر. طبعا دي ظروف اهلي وانا مش بحكم عليهم، وده القرار السليم اللي اخدوه، بس احنا كده زي ما بيقولوا ايه ده بالمصري، رقصنا على السلم، ولا احنا خدنا شهاده من هنا ولا احنا اتعلمنا التعليم كله هنا فبقى معترف بينا هنا، فانا رجعت ابتديت من اول. فانا لو عملت كده في ولادي دلوقتي هبقى بكرر نفس القصه اللي حصلت معايا انا. وانا مش بتهم اهلي باي حاجه، والله ربنا يخليهم لنا يا رب، بابا وماما هم اخدوا القرار السليم ان هم يرجعوا مصر وقتها، وده كان الصح بالنسبه لاسرتنا، لكن ده مش الصح بالنسبه لاسرتي انا دلوقتي. لازم ولادي يتخرجوا من الجامعه هنا الاول، عشان مع الاسف هي الدنيا بتاعت شهادات والبلد بتاعت شهادات. لو انت متخرج من جامعه في نورث امريكا، انت ممكن تروح في اي حته في العالم وتقدم وهتتاخد. هي الدنيا ماشيه كده، مش انا اللي مقرره القوانين دهيت او
الاعراف ديت هي كده. لو انت معاك شهاده من بره يبقى انت اهلا وسهلا بيك في اي حته تروحها. فانا ما ينفعش اهد دوت بالنسبه لولادي يعني. الفكره في دماغي ونفسي انقل من هنا ونفسي امشي من كيبك اكشولي، بس مش ده القرار الصح او العاقل بالنسبه لاسرتي دلوقتي. الله اعلم المستقبل فيه ايه، يمكن نغير راينا، يمكن تجي لنا فرصه تستدعي دوت، يمكن تحصل لنا ظروف تستدعي ان احنا نعمل كده. بس حاليا ده السبب ان انا مش عايزه امشي من هنا يعني. فان جنرال يعني النصيحه اللي بنصحها لاي حد ان انت قبل ما تاخد قرار زي دوت خليك مستعد نفسيا و... واعمل ريسيرش كفايه قوي قوي ان انت تبقى عارف انت جاي على ايه علشانك وعلشان اولادك قبل ما تاخد قرار زي دوت. وربنا يوفقك يا رب ايا كان القرار اللي هتاخده. في مثلا ممكن اديه لكم، انا لما كنت بشتغل في التطعيم وقت الكوفيد يعني، كان معايا ناس من زمايلي في التطعيمات كانوا دكاتره، كانوا جايين. كان معايا زميل من تونس وزميل من سوريا، كان معايا ناس ما شاء الله دكاتره ومتخصصين في بلادهم. فانا استغربت انت جاي بتعمل شغل ممرضه هنا في البلد دهيت، ومرتب طبعا حاجه حقيره بالنسبه للدكتور ممكن يعمله هنا او في بلده. فالناس ديت كانوا عاملين ايه؟ كانوا جايين مؤقتا مع اولادهم علشان يستقروا هنا، فهم واخدين مثلا 6 شهور فبيرتبوا الحياه لاولادهم، مدخلوهم مدرسه. في منهم كان اولاده في اللي هي السكندير الهاي سكول، فاضل لهم 2 سنين وياخدوا الثانويه وبعد كده يدخلوا الكولج. فهو جاي بس يجهز لاولاده الاوراق ويدخلهم في المدرسه ويعمل لهم السكن بتاعهم، وهيروح وهيجي عليهم 2 أو 3 في السنه، هو يحتفظ بمكانه ومركزه والبراكتس بتاعه كدكتور في بلده ويفضل رايح جاي. فدي اوبشن في ناس بتعمله يعني، سواء انت دكتور سواء انت حاجه تانية واولادك كبار في السن ممكن تعملوا كده. دلوقتي بقت حاجه عاديه جدا ان انت تبعت اولادك يدرسوا بره. فممكن لو حد مثلا مستقر في بلدهم يعمل الاوبشن دوت. لو انت كل تفكيرك ان انت بتفكر في مستقبل احسن لاولادك، عايزهم ياخدوا شهاده من بره، عايزهم يعيشوا بره، فممكن تعمل كده. وممكن لو الاولاد اخ واخت او اخين او اختين بيونسوا بعض طبعا. وفي جاليه بتبقى من البلاد العربيه، مثلا حاول تشوف الجاليه بتاعتك. لو انت مثلا من الجزائر شوف الجزائريين يعني متمركزين في انهي منطقه بالظبط، بحيث ان هم يبقوا يعني يحسوا بألفة شويه مع الناس، والكوميونتي بيساعدوا بعض يعني. النقطه التانية برضو عايزه اقول عليها انه كمان من 20 سنه زي ما انا ذكرت الفلوس كانت قيمتها احسن من دلوقتي او اعلى من دلوقتي، فانت كان ممكن فعلا تعمل فلوس وتحوش. دلوقتي يا جماعه اللي بيجي يعيش في كندا ما بيعملش فلوس يعني، في شغلانات معينه او تجاره معينه او حاجه معينه ممكن تعمل، لكن اللي عايش هنا الحمد لله يقدر يشتغل ويعيش مستور. لكن ما فيش حد هنا بيعمل فلوس بقى واحنا اغنياء انا ما اعرفش حد كده. anyway in general هتعيش مستور، بالذات لو انت بقى يعني مستقر هنا وماشي صح وبتحسن من شهادتك او بتحسن من البوزيشن بتاعك، هتوصل ان انت الحمد لله هتبقى عايش ومستقر. بس فكره ان احنا نروح بره بقى ونشتغل كتير ونعمل فلوس، الكلام ده مش بيحصل دلوقتي، ما ينفعش، مش هتعرف تعمل كده. النقطه الاخيره اللي حابه اقولها هي انه انت هنا في كندا ايا كان انت شهادتك ايه او خلفيتك ايه، اي حد هنا بيشتغل اي حاجه شخص محترم في المجتمع. كل الناس بتحترم كل الناس، من اول يا ربي الناس اللي بينظفوا الشارع لحد الدكتور اللي في الاستاذ اللي مش عارفه ايه في انهي جامعه ولا في انهي مستشفى. كل الناس ايكوال ولهم احترامهم في الكوميونتي. كل واحد ايا كانت انت شغلتك ايه it doesn't matter. بس كده حبيت ادي صوره جنرال وتوضيحيه شويه عن الناس اللي بتسالني يعني تنصحينا نيجي ولا ما نجيش. اعملوا شوية ريسيرش كمان، اسمعوا شوية فيديوهات كمان، اسألوا حد لو تعرفوه كمان عشان تشوفوا الصورة أوضح. أنا بشوف ناس بتعطر في ناس يعني أنا معرفهمش شخصيا طبعا ولا متابعة حد معين، بس بشوف ناس محسسين إنه السفر ده حاجة عظيمة جدا وهتلاقي الدنيا كده اتفتحت لك وفاتحين لك كده وهياخدوك بالأحضان. انا اتكلمت عن مميزات وعيوب كندا شويه، بس حاسه ان انا كنت متفائله او حنينه قوي في الفيديو ده. بفكر اعمل جزء تاني يكون رياليستيك شويه عن اللي انا قلته يعني، واوريكم صوره بجد. والله مش غرض ان انا احبط حد، بس نفسي يكون الصوره واضحه عشان لو الناس بتشوف الفيديوهات ديت عشان تاخد قرار منها فعلا يكون قرار حقيقي، ومن يعني ما نتوهش الناس او نكذب عليهم لا سمح الله. بس كده، قولوا لي عجبكم الفيديو ده ولا لا، ولو في نقطة عايزين نتكلم فيها شوية اكتر اكتبوا لي في الكومنتس، واشوفكم على خير في فيديو جاي ان شاء الله. باي باي.